السلام عليكم. هقول لك على 10 حاجات ممكن تتنبأ منهم ان انت ممكن يكون عندك مشكله في الكلى. مش شرط تكون مشكله كبيره، ممكن تبقى مشكله بسيطه وعلاجها بسيط وسهل، بس برضه لازم أن تكون عارف الحاجات اللي انا هقولها لك دي. كليتك اللي غالبا قد قبضه ايدك، اللي غالبا عندك منها اتنين، وغالبا الاتنين في ظهرك هنا تحت الضلوع. واحده من اهم اعضاء جسمك، بتشتغل 24 ساعه في اليوم 7 ايام في الاسبوع بدون توقف. دمك كله بيمر في كليتك حوالي 40 مرة في اليوم. ربع الدم اللي بيطلع من كل ضربة قلب بيروح على كليتك على طول. كليتينك دول هم اللي مسؤولين عن تنظيم المية في جسمك وبيخرجوا المية الزيادة، علشان كده حضرتك بتعمل بول. مش بس بيتخلصوا من المية، ده بيتخلصوا كمان من الأملاح اللي ملهاش لازمة. عندنا أملاح معينة في جسمك لو زادت عن حدها أو قلت بتعمل لنا اضطرابات شديدة في جسمك. عندنا أملاح معينة ممكن تموتك لا قدر الله لو الكلى مش شغالة كويس، زي البوتاسيوم لو زاد ممكن يوقف القلب. الصوديوم ممكن يدخل الجسم في تشنجات. زي الكالسيوم والفوسفور اللي هم مش بس مهمين لعظام حضرتك، واللي من غيرهم ممكن العظم بتاع حضرتك يتكسر، واللي ممكن يسببوا كمان مع نقصهم تشنجات في العضلات او عدم قدره على استعمال عضلاتك بشكل طبيعي. الكلى لها دور مهم جدا في تظبيط ضغط دمك علشان ما تخشش في ارتفاع ضغط دم. كمان ليها دور مهم في بناء كرات الدم الحمراء بتاعتك اللي من غيرها ممكن يجي لك انيميا ويحصل لك انيميا شديده. ليها دور هرموني مهم هنتكلم عنه بالتفصيل. ايه بقى المؤشرات اللي ممكن تقول ان انت ممكن يكون عندك مشكله في الكليتين؟ اول حاجه وجود دم في البول، انك تتبول تلاقي لون احمر في البول او دم باين في البول. تغير ملحوظ في لون البول، انه يظهر اصفر غامق قوي او اصفر داكن مايل للبني، او يبقى اسود شبه الكولا كده او الشاي، او يبقى اخضر. دي كلها حاجات بتقول ان احتمال يكون في مشكله في الكلى. ان البول يبقى فيه رغوه باينه او ملحوظه بعد ما تعمل حمام بول، ممكن تبص كده تلاقي فيه رغوه في التويلت كده. لو في اعراض اللي احنا بنسميها اعراض التهاب مجرى البول، اللي هو زي ما يبقى في حرقان شديد وانت بتعمل حمام بول، او الم شديد وانت بتعمل حمام، او كل شويه عايز تتبول لكن كميات بول قليله جدا، حاسس انك عايز تعمل حمام لكن مفيش فعلا ميه بتنزل، او تقوم كتير بالليل عايز تعمل حمام ومع ذلك بتعمل كميات قليله، او يظهر عليك مجموعه اعراض بتدل على نقص شديد في وظائف الكلى او تدهور شديد في وظائف الكلى، زي غثيان او غممان او ترجيع، قيء وهمدان وتعب مستمر وعدم قدره على التركيز، او لا قدر الله ممكن ندخل في غيبوبه او فقدان في الوعي. هرش واكلان فظيع بسبب جفاف الجلد، لان كده مع مشاكل الكلى بيحصل جفاف شديد في الجسم، او تقلصات في العضلات زي شد عضلي في الرجل او في الايد، كرامبات في الايد وفي الرجل، الام في العظام مجهوله السبب، تبص تلاقي كتفك بيوجعك، عظمك كله بيوجعك، عظم الحوض بيوجعك. عشان كده قلنا ان الكلى مسؤوله عن تظبيط الكالسيوم والفوسفور في الجسم. تورم في الوش، ورم تحت العينين، او تورم في الرجلين، الرجول تورم جامد، او كرشه نفس، تعرف ان انت مش قادر تاخد نفسك لما تنام على ظهرك بالذات، مش قادر تاخد نفسك لان ممكن احتمال كبير يكون في ميه على الرئه. طبعا اكتر عرض بيخلي المريض يشك ان الكلى تعباه اللي هو وجع الجنبين، بيسمع تحت في الخصيتين، او الم في الجنبين بينزل ناحيه مجرى البول. ممكن يحصل طفح جلدي بمواصفات معينه كده هنبقى نتكلم عنها. هو طفح جلدي بيظهر في اماكن متفرقه من الجسم، ما بيختفيش حتى لو ضغطت عليه ضغطه شديده كده، او ما بيختفيش حتى ما بيتحسنش مع الوقت، فدوت هنتكلم عليه بالتفصيل. او يكون ما عندكش ولا عرض من الاعراض اللي احنا قلناها قبل كده ديت، لكن حضرتك انت عندك مرض مزمن مثلا معروف ان هو ممكن يزعل الكلى في اي لحظه. مرض معروف انه ممكن يكون بيسبب مشاكل للكلى مع الوقت، زي السكر، زي الضغط، زي التهابات مجرى البول، زي حصوات الكلى والمثانه، او بعض الامراض المناعيه زي الروماتويد المفصلي وزي الذئبه الحمراء وغيرها. طيب اعمل ايه لو حسيت باي عرض من الاعراض اللي احنا اتكلمنا عليها ديت؟ اول حاجه ان انت تتجه لطبيب يفحصك كويس علشان يعرف يفرق ما بين الاسباب وبعضها، وما بين الاعراض وبعضها، وهل هي اعراض خطيره ولا اعراض مش مستاهله ان احنا نديها اي اهتمام.
لان غالبا امراض الكلى بتبقى اعراض عامه جدا، يعني ممكن تلاقي زي صداع وهمدان. فانت عندك مثلا الصداع ده اسبابه كتير والهمدان اسبابه كتير، مش هنقعد نقول الكلى من اول مره. فطبيبك لازم يفحصك كويس ويأكد ان انت ممكن تكون بدايه المشاكل عندك من الكلى. الدوخه والتعب والغثيان مش شرط يكون من الكلى. الورم اللي في رجليك مش شرط يكون من الكلى. فانت برضو بمعرفه الطبيب يتحدد هل انت عندك مشاكل في الكلى ولا لا. مهم جدا نعمل تحاليل وفحوصات، تعمل تحاليل بول واشعاعات معينه كده، بس برضو الطبيب اللي يطلبها او الطبيب يبقى شاكك ان احنا متجهين في اتجاه مرض في الكلى. برضو هنعلمك شويه حاجات لازم تعرف بيها تشخص نفسك برضو، او هنعلمك شويه حاجات لازم تفهم بيها جسمك وتفهم بيها بعض الامراض عندك برضو. لان اي مريض او اي شخص لازم يبقى عنده الحد الادنى من الثقافه الطبيه، علشان مش اي حد يضحك عليه او مش اي حد يوجهه على مزاجه. احنا عندنا مشكله، الناس بتثق في كلام بعضها اكتر ما بيثقوا في كلام الدكاتره. فاحنا هنديك الحد الادنى على الاقل من المعلومات عن بعض الامراض. بس خد بالك لما تحب تتعلم او تثقف نفسك لازم تاخد المعلومه من مصدر موثوق، لازم تاخد المعلومه من طبيب. مفيش فيديو يوتيوب او قناه يوتيوب تغنيك عن زياره الطبيب المتخصص. العك في امراض الكلى منتشر كتير، فانت لازم تاخد معلوماتك من مصدر موثوق، مش اي حد يكلمك عن امراض الكلى تسمع كلامه. ابحث عن الطب المبني على الدليل، ابحث عن الطب الموثوق بالابحاث الحديثه، ابحث عن الطب من مصدر موثوق. تابعوا معايا قناه طبيب العيله عشان هنتكلم في سلسله كبيره عن امراض الكلى. نرجع لموضوعنا. نسبه كبيره من المرضى بعد 45 سنه اتعرض لاحد مشاكل من مشاكل الكلى او لاحد مشاكل قصور الكلى. 90% من الناس اللي عندهم مشكله في الكلى كبيره زي القصور الكلوي المزمن ما يعرفوش او مش حاسين ان عندهم قصور في الكلى. المشكله انها مش بتكتشف غير بالصدفه، او وانت بتعمل تحاليل كده للاطمئنان، او يحصل لك مضاعفات كبيره من امراض الكلى، انت تروح بالصدفه تكتشف ان انت عندك قصور كلوي مزمن. اكتر من ربع البالغين بيصاب في مرحله من مراحل حياته بارتفاع ضغط الدم، وارتفاع ضغط الدم ممكن يبقى مرض من امراض الكلى، وهنعرف ده كله بالتفصيل. حضرتك لو اسرتك 4 اشخاص ممكن بنسبه كبيره حد منكم عنده مشاكل في الكلى. يعني الموضوع فعلا مهم ويحتاج الاهتمام. ازاي تحافظ على كليتك؟ هنتكلم في سلسله منفصله عن كل امراض اللي ممكن لها علاقه بالكلى، او ممكن الامراض اللي بتسببها مشاكل الكلى، او الامراض اللي ممكن تعمل لنا مشاكل في الكلى. فمبدئيا كده كلام عام للحفاظ على وظائف الكلى: لازم نعالج ارتفاع ضغط الدم، لازم ضغطك ما يبقاش عالي على طول. لازم لو عندك امراض مناعيه زي امراض الروماتويد وامراض الذئبه الحمراء والحاجات ديت لازم يتسيطر عليها كويس علشان تحافظ على كليتك كويس. لو عندك مغص كلوي متكرر او عندك حصوات في الكلى لازم موضوع الحصوات ده ينحل، لانها لو عملت انسداد في اي مكان ممكن تؤدي بوظائف الكلى بتاعتك وتعمل لك مشاكل كبيره لا قدر الله. فانت برضو لو انت من الناس اللي عندها حصوات كلى لازم تتعالج بوضوح، وهنتكلم بعد كده ازاي نعالجها. لو عندك سكر لازم يتظبط كويس جدا ولازم يتبع بدقه وبانتظام علشان خاطر ما يزعلش كليتك في يوم من الايام. لو عندك مشاكل في القلب برضه ضعف عضله القلب من ضمن اسباب الفشل الكلوي برضه، او من ضمن اسباب قصور وظائف الكلى. في علاقه كبيره جدا ما بين امراض القلب وامراض الكلى، ده كله هنتكلم عنه بعد كده بالتفصيل. تابع معانا السلسله ديت، واي موضوع مقلقك من ناحيه الكلى ممكن تكتبه لنا في التعليقات، نعمل لك عنه موضوع مفصل ونشرحه لك بالتفصيل. لو انت مهتم بالسلسله ديت بسلسله امراض الكلى اعمل لايك وشير واشترك في القناه علشان يوصلك كل جديد. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.